فيمكن اعطيكم اياها تنقال داخل. لا تدخل داخل سجن الحياة. سبحان الله. كنا بعضكم شايفه يا جماعه. والله يا جماعه ان في اشخاص داخل السجن لانهم ايون، مو مجرم محضر الجريمه وسبق اصرار وترصد. لحظه غضب في احدى دول الخليج، واحد من قبيله معينه واقف عند معلم شاورما، وصل دوره ما في زحمه اثنينه، عطنا 6 شاورما، بدا هذا شاورما، هذا عمره 27 سنه، جاء واحد ثاني عمره 16 سنه ما ندري ايش فيه، قال حق المعلم قاعد يسوي كم الشاورما؟ مثلا خلينا نقول 300 فلس مثلا بالكويت، 300 فلس، عطاه 300 فلس وجاب ياخذ شاورما اللي حق ابو 27 سنه. قال له هذا لا، هذا لي، هذا عشانه لي، بعيد عنكم. قال له هذا مثلا روح بعيد، ومد ايده على الكبير. هذا فصل، اخذ سكين الشاورما وضربه 4 ضربات في المكان ومات في نفس المكان. ذبح 16 سنه. هذا كان توه متزوج، زوجته حامل. الحكم اعدام اول درجه، استئناف تمييز، صدر حكم الاعدام. في بعض الدول تدرون يا جماعه يعني الجهات التنفيذيه تاخر الاعدام، تاخره، ما حولوه مؤبد، لا ينطرون اهل القتيل تهدى نفسهم ويعفون. يعني حاول تدخلوا السلطه العليا والاسره الحاكمه مرة ثانية، مشايخ دين والأسرة الحاكمة بأكبر الأسرة الحاكمة، فرضوا أهل القتيل من قبيلة معينة ورضوا بالتنازل، وأخذوا 5 ملايين مثلا ريال، ما يعادل 5 ملايين ريال، وهذا دخل السجن 5 سنوات الحق العام. قيمة الشاورما كم كانت؟ أصبحت 5 ملايين تقريبا ريال. هل هذا مجرم رتب للجريمة؟ إذا هذا على شاورما، شلون في المفاوضات؟ الايون في المفاوضات مرات تخيلوا يرأس وفد ينهي المفاوضات ويقوم، مو لأن في إهانة لدولته، لأن فسر شيء غلط واستعجل وخلص المفاوضات. إذا الايون صح منجز واضح، لكنه يوتر، خطر. الاي 2 قلنا اهدى، البي 1 اهدى، البي 2 اهدى. اجيب امثله بسيطه. الاي 1 ياكل بسرعه، لما ياكل بسرعه لو حس في فراغ يحط خياره، يحط شيء، لازم هذه الطاقه القصوى. يشرب الشاي حار، يشرب الشوربه حاره، اللقمه كبيره، ما في هضم بالفم، الفم بس ترانزيت، بس مرور، يعني ياكل بدون لوستين. يعني يا جماعه الاي 1 لما يصلي جنبك في الصلاه تسمعه اي 1 سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هذا الاي 1 اذا خلص الصلاه وبيسبح، الاي 1 يحبون اكثر من عمل بوقت واحد. فالاي 1 شلون يسوي في التسبيح؟ سبحان الله سبحان الله، ويطلع الموبايل يشوف مسجات، وهذه كان مستقل سبحان. والموبايل ونفسها اللي تسبح يسلم فيها على ابو صالح. الامام وين اليوم؟ طلع بدري، يقول ولده مريض مسكين، هاي قاعد تسبح، هذا حكم ذاتي مستقل. هذا الاي 1 يا جماعه. بقول شيء، اي 1 لو هو في الشغل مضغوط تحت ضغط وجابوا له مكعبات السكر، كيوب القند باللهجه، الاي 1 ايش كيف يحرك مكعبات السكر؟ انا شفت يجيبونها من المخازن، هذا الواحد بروحه مو طايق هالمدير العله، يكسر. اي 2 يحرك. النقيض بي 2 بعد يخرب المفاوضات. بي 2 اصلا، انا عندي واحد من ربعي كويتي كبري بالسن، والله يا جماعه هو شوي طويل، يعني حجم كبير، 8 في 4 في 6، ضخم، سرداب ودورين. هذا الى اليوم لما يروح المطار بدون مبالغه، هو ما شاء الله طويل وعنده كرش، فاللي يحب يسلم عليه لازم يميل عليه، لانه هو بروحه راجع لورا، فاللي يسلمون عليه يقوسون، ويمشي كله يمشي. لو هو عند باب الطياره بدون مبالغه وجاء واحد قال ابو عبد الله الغوا الرحله، في وراها 3 رحلات. تخيل. بينما اي 1 لو قالوا له الغوا الرحله شو يسوي اي 1؟ والله العظيم شلون الغوها؟ انا قالوا لي بس
تخيل. لذلك بي 2 لما يجيبوا له كاسة الشاي مع المكعبات، بي 2 كيف يحرك السكر؟ تقول الوالدة الله يرحمها تدور فينا الدنيا، ها رايحة. فمرة أيوة، فشو يصير مرات في نفس المكتب في نفس الغرفة اي والله في نفس الغرفة، هذا المكتب A1 هذا B2. A1 كسر وشرب، وB2 للحين تقول خالتي عايشة الله يرحمها ها رايحة اي والله اي والله. فA1 ما يتحمل، A1 ما يتحمل، راح يتدخل. ذاب السكر صار له ساعة ذايب، حتى قلبي ذايب تخيل مسرحية، بس هو مستمتع يا جماعة. البي2 في التسبيح سبحان الله سبحان الله، كأني غلط مرة ثانية سبحان الله سبحان الله، اللقمة شوي شوي بارد. الآن يا جماعة من اللي فيهم القرحة والقولون والجلطات؟ A1. من اللي يجيب لهم الأمراض هذه؟ B2. هذا يجلطه، هذا يجلط يجيب له جلطة، هذا يجيب له جلطة. B2 يا جماعة حتى في الزواج نفس الشيء، حتى في الزواج نفس المشكلة. الزوج قالت لزوجته وصلني الساعة 5 بيت أهلي إن شاء الله. A1 دقيق 5 إلى 5 5 إلى 10 هو عند البيت. وصل اتصل فيها شالتها، يسمع صوت استشوار. شو تسوين؟ مسويت لك تسريحة جديدة شو يسوي الA1؟ يروح عنها، يروح الA1 راح يمشي. والله يا جماعة في حفر الباطن قبل 3-4 سنوات تقريبا، في بيت الزوجة A1 والزوج A1، واختلفوا على شيء تافه، متزوج عليها ما ادري شيء لا شيء تافه، شيء تافه، الغداء مالح، العقال ما يدري وينه، توافه يا جماعة. اختلفوا على شيء تافه. الزوجة عصبت، ايوه كان يقول له ان كانك رجال طلق، قالها طالق. الكلمة ثقيلة يا جماعة. بنفس الاسبوع نفس القبيلة نفس الحي، الزوجة A1 البيت الثاني، الزوج B2 يمكن B3 بعد. اختلفوا، الزوجة قالت له ان كانك رجال طلق، قالها من قال لك اني رجال اصلا وطلع من البيت. طلع بعد ساعتين عود، جت حبة راسه السموحة. شوف نفس الخلاف. انت في المفاوضات حتى لو اخذ دورة في المفاوضات، لو قعدنا اسبوع في مهارات التفاوض، بس اذا انت عصبي راح تخرب المفاوضات. عندك العلم عندك المهارات لكنك عصبي تتوتر. ولو انت B2 راح تخرب المفاوضات. B2 ما راح يخلص، يتأخر على المواعيد. موعد المفاوضات الساعة 12 راح يجيهم الساعة 2.